يا هلا مرحبا فيكم متابعينا الكرام. أنا هنا من قناة المنبر الكويتية الإلكترونية أطلع عليكم من خلال برنامج نون النجوى الذي يستضيف مجموعة من سيدات المجتمع الكويتي المؤثرات. حياكم الله. معنا دكتورة لطيفة البذال في لقائنا معك في برنامج نون النجوى. حياك الله. يا هلا ومرحبا أستاذة وفاء، سعيدة جدا بلقائي معك اليوم وتشرفت أصلا بمعرفتي فيك. حياك الله. معنا دكتورة لطيفة البذال ونرحب فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة من برنامج نون النجوى، ونروح معك ومع متابعينا الكرام إلى تقرير يخص الدكتورة لطيفة البذال. ضيفتنا اليوم في برنامج نون النجوى هي الإنسانة الراقية والكويتية المبدعة الدكتورة لطيفة البذال، دكتوراه فخرية من جامعة عين شمس، وطالبة دكتوراه في الإعلام التربوي، ماجستير إعلام تربوي ودبلوم إعلام تربوي أيضا، بكالوريوس إعلام عام من جامعة القاهرة، صحفية وإعلامية ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية في تلفزيون الكويت سابقا. تعتبر الدكتورة لطيفة البذال أول محاضرة في مجال علم الأسرة باللغة العربية في بلجيكا، محاضرة في مجال الأسرة والتربية الحديثة، محاضرة في مجال علم النفس وتطوير الذات، محاضرة في مجال شؤون المرأة والحياة الزوجية، محاضرة في عدة دول وفي أكثر من تخصص ولعل أبرزهم هو علم المرأة وفن الأنوثة، مدربة مدربين محترفين دولي، مدربة مقدمي البرامج التلفزيونية، سفيرة الجودة والتميز من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس قسم الكتب العربية في الحملة التطوعية لتنظيم وتصنيف مكتبة الفن المعاصرة، عضو ومؤسس في جمعية بسمة لذوي الاحتياجات الخاصة، عضو فخري لدى جامعة الدول العربية، عضو في جمعية حقوق الإنسان، عضو في فريق ارتقاء التطوعي، عضو في فريق أيادي الخير التطوعي، عضو في فريق الهامة التطوعي، عضو في فريق شذرات للقراءة، وعضو في فريق جمعية متلازمة الداون، كاتبة ومبدعة ومؤلفة متميزة وناشطة اجتماعية، سيدة أعمال لعدة مشاريع مختلفة، بالإضافة لحصولها على عدد من الشهادات المهمة. ولهذه السيرة الحافلة بالعطاء والإبداع والثقافة حلت ضيفة على برنامج نون النجوى في قناة المنبر الإلكترونية. نرجع لكم متابعينا الكرام مجددا في برنامجنا نون النجوى وضيفتنا الدكتورة لطيفة البذال. حياك الله مرة ثانية دكتورة. وحابين كبداية أنت تربوية، ففي أي مادة تخصصك كتربوية؟ أنا تربوية في المجال الأسري، لست تربوية كمدرسة، ويشرفني أن أكون مدرسة أو تربوية في وزارة التربية، ولكن في الحقيقة لا، أنا الدراسة مالتي مستشار أسري تربوي، ولست تربوية في وزارة التربية والتعليم للتصحيح والمعلومة، لأن الكثير يتوقع أن أنا كوني تربوية إذن أنا في وزارة التربية. لا، الحقيقة لا، أنا مستشار أسري تربوي. نعم. أيضا أنت دكتورة فخرية وتستاهلين ذلك. شكرا. من أي جهة منحتي هذه الدكتوراه؟ نعم. وسبب ذلك؟ الدكتوراه الفخرية خذيتها من جامعة عين شمس في القاهرة مصر. هذه الجهة اللي خذيتها ليش؟ هذا لأن كانوا يسوون إحصائية سنة 2019، وكان طبعا الإحصائية هذه كانت متتالية قبلها بسنين، شنو السي في، شنو اللي أنت سويتيه في حياتك. فقبل كنت أنا ماخذة 2018 كنت ماخذة أوسكار المنجزين العرب في بلجيكا، في بروكسل بلجيكا. كنت حاصلة على الفئة الشبابية في الأعمال التطوعية أو الأكثر أعمال تطوعية من فئة الشبابية. استدعونا السفارة ورحنا بلجيكا وتكرمت اللهم لك الحمد في هذا التكريم الجميل. فلما صار كذي عرض علي من دكاترتي وقتها اللي كنت قاعدة أسوي، كنت في نهائي الماجستير مالي، فعرض علي لطيفة ليش ما تسوين بما أنك خذيتي سوي دراسة. فمن هني كان المنطلق مالي ان انا اسوي دراسه، طيب ليش ما اخذ دكتوراه فخريه وعشان تؤهلني فيما بعد اخذ استاذ دكتور. للحين ما حصلت عليها، ولكن ان شاء الله قريب. ان شاء الله باذن الله تستحقينها. شكرا. حدثينا عن الاعلام التربوي واهميته بما انك باحثه الدكتوراه في الاعلام التربوي. نعم. الاعلام التربوي واهميته في مفهوم الغرس لدى الاطفال عندنا، هذه اهميه بما يعادل اهميه غرس مفهوم وطنيتي وانتمائي ايا كان لديرتي، لابنائي، عفوا لابائي، لمجتمعي، لديني. الوطنيه، الانتماء. الانتماء هذا ممكن اكتسبه من ناحيتين او من كفتين، كفه يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. صحيح. من اللي يحدد هذا؟ اللي يحدده وسائل الاعلام، وبين قوسين انا ما اقول وسائل الاعلام اي وزاره الاعلام، لا،
لأن وسائل الإعلام الحين ما قامت مقتصرة على وزارة الإعلام، كان زين خرجت من مظلة وزارة الإعلام بالضبط، خرج. وهذا السلبي في الموضوع، لأن وزارة الإعلام أيا كانت في أي دولة كانت ما يطلع منها شيء إلا مدروس ومعروف أبعاده ومعروف سياسته أيا كان، وين موجه لأطفال لكبار لآباء لموظفين، وين الفئة مالته وين توجه تحديدا، مدروس من فئة ومن ناس اوريدي مختصين لهذا الأمر. المشكلة مش في هذا، يعني يا ليت كانت وزارة الإعلام هي المنبر الوحيد اللي هو اللي يشع لنا كل ما هو معلن. الحقيقة لا، وهذا يأسفني جدا. السيء في الأمر إن اللي يجي من الوسائل الغير مصرحة أو الوسائل غير وزارة الإعلام، هني هذا هو السيء. هني اللي ممكن تكون رسالة موجهة مبطنة للأجيال القادمة، أبنائنا أو لنا حنا، بما أن تونا حنا في جيل الشباب، ممكن تكون موجهة مبطنة حنا ما ندري فيها. بعد 10 سنين شنو كان راح تغير من مفاهيمنا، بعد 20 سنة راح تغير من عوائدنا وتقاليدنا، انتماءاتنا لربما. فهني الخوف اللي هي وعشان كذي حتى رسالة الماستر مالتي كانت في مفهوم الغرس، بمعنى شلون أنا كوزارة إعلام أو منبر معين في الإعلام أو عدسة أوصل معلومة أو فكرة للفئة هذه من الناس. أنا قاعدة أوجه فكر معين أغرسه وين في أذهان الأطفال. عشان كذي أنا قاعدة أقول للأمهات بالكامل حنا كبار بما يكفي اللي يخلينا عارفين الزين والشين والسلبي والإيجابي، نشوف شنو وما نشوف شنو. أطفالنا ما يعرفون. صحيح. أي أطفالنا اللي راح يتوجه لنا راح يتلقاه بطريقة تلقائية، راح يتخزن عنده بطريقة تلقائية جدا. فتخيلي كم كبير جدا من اللي تلقاه ومفاهيم الغرس في مخه وفي ذاته وفي طبعه وفي سيكولوجيته اللي قاعدة تنمو. الكم هذا بعد 10 سنين انت راح تكونين ربيتي قنبلة موقوتة ربما. بس انت ملاحظة ان البرامج اللي كانت في السابق موجهة للطفل على المؤسسة الخليجية، مثل برامجنا بالسابق افتح يا سمسم، جميع البرامج اللي كانت يعني تحت مظلة وزارة الإعلام الخليجية موجهة للطفل. هل تشوفين انها ما زالت مستمرة ولا قل أدائها؟ لا، ما زالت مستمرة. الفرق مش موضوع في الوزارة أو القنوات الثابتة للدولة، أيا كانت الدولة شنو، أيا كانت الوزارة وين. الموضوع مش هني، هي موجودة وعلى نفس فاعليتها، ولكن من اللي يشوفها؟ هذا الفرق. زائد ان اكو منافسين كبار جدا، ايا كانت القنوات الفضائيه او السوشيال ميديا وغيرها الكثير والكثير. هذه منافسين اقوياء للغايه بمقابل وزاره الاعلام واللي قاعده تاديه الرساله اللي قاعده تاديها للطفل. الاباء والامهات ما يحطون هذه في الاعتبار، ان اكو منافسين. ضروري جدا الاباء، حيل ضروري ان انا أبي ولدي يوصل لأي رسالة، ولما أحدد الرسالة أيا كانت الرسالة اجتماعية، رسالة دينية، أبي أعزز فيه المستوى الديني، والله أبي أعزز فيه المستوى الاجتماعي، أو لربما أبي أعزز فيه المستوى العلمي وإلى آخره. الفئة اللي أبي أعززها في ولدي هي هذه اللي أخلي المنبر وماله قاعد يطالع. أحط له برامج اجتماعية، لو أبي اجتماع أحط له برامج دينية. حنا الحين يعني اللي عندهم أبناء مش عارفين يواكبون ذكاء ما شاء الله أبنائهم، فلازم نحترم هذا الأمر. السوشيال ميديا أنا مش معه، أنا ضد تماما اللي يقول السوشيال ميديا سلبية. هي مش سلبية أبدا، هي الشخص منا إحنا يا بني البشر أساءنا استخدامها ونقطة. إحنا أساءنا استخدامها. كل شيء في الحياة سلاح ذو حدين، كل شيء، حتى الشخص الطيبة هذه سلاح ذو حدين. تتفقين معي ولا لا؟ لا بالضبط. الشخص الذكي لربما ذكاءه يخونه فيكون سلاح ذو حدين. أدواتنا، أشياءنا، أغراضنا فيها سلاح ذو حدين. كذلك السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. أنت اللي تحددين تستخدمينها حق شنو. فأنا ضد اللي يقولون السوشيال ميديا سلبية، يعني مش كويسة. ضد المنع، ضد أمهات تقول لا. أنا ما للحين في أمهات تعتقد أن تحرم طفلها مثلا من الايباد ومن وسائل التواصل ان هذا خوفا عليه. انا يعني ما تعتقدين ان طفلها بذلك تاخر عن يعني موكبه مع جيله؟ هو راح يتاخر في مواكبه العصر. انما يكون اكو جهل، راح يكون جاهل شيء، ما راح يكون اكو جهل، بس راح يتاخر في مواكبه
بني جيله. هذا رقم واحد. كلامي مش راح يكون موجه للطفل، كلامي راح يكون موجه للام. احنا دائما نقول انت ثقفي نفسك اعلاميا. صحيح. مش شرط اعلاميا تدشين وزاره الاعلام، ما لها شغل. اثقف نفسي القناه هذه شو تبث لي، البرنامج هذا شنو يعطيني، الفئه هذه من البرنامج او من الاشخاص اللي قاعدين يحطون راح ينفعوني، راح ينفعون ولدي، راح يضروني، راح يضرون ولدي، وهكذا. فانا كأم انا لابد ان انا اثقف نفسي واحدد الشيء اللي راح احطه في ذهن طفلي واتبعه بالطريقه الصحيحه. دكتور لطيفة، بما انك يعني مشتركه تبارك الله في الكثير من انشطه تطوعيه، حابين تذكرينها لنا، وايضا كيف توازنين بين عملك وبين شهاداتك وبين دراساتك. نعم. وايضا الانشطه التطوعيه اللي احنا دائما ننادي الجميع بانه يشترك فيها. نعم. شلون اوازن ان انا افصل ما بين عملي وافصل ما بين هوايتي. يعني اتعلمت هذا الامر واحترم هوايتي. يعني أنا في ناس يجوني المكتب أنا يتم العلاج بالكامل، مشاكل على فكرة مش أطفال فقط، كبار ومتزوجين وزوج وزوجته وهكذا. شلون يتم التعامل معاهم بالطريقة الصحيحة ويكون في أريحية من الطرفين، فقط لأنهم عرفتهم شلون يتعرفون على هوايات بعض ثم يحترمونها ثم يتشاركونها. جميل. هوايات فقط. هذه الهواية هذه أدت من أسرة من الطلاق ومن حالة إنعاش في غرفة إنعاش زوجية ميتة بالمرة إلى حالة مستقرة تماما وصحية. فأنا يمكن أقدر أقول لك احترمت هوايتي في هذا الأمر. أنا أهوى أشياء كثيرة، أنا عندي هوايات متعددة كثيرة جدا. إذا كان رماية، إذا كان كذا، عندي هوايات جدا متعددة. من ضمن الهوايات هذه، وهذه مش هواية أستاذة كثر ما هي غرس أمهاتنا وآبائنا يغرسونها فينا أو لا، ألا وهي العمل التطوعي. هذه ما كانت هواية كثر ما أنا من وأنا صغيرة لما أشوف أمي تكون متطوعة في كذا، تساعد الجارة في كذا، تساهم في حل مشكلة كذا، فك أزمة كذا. شفت أمي منذ الصغر هي قاعدة تسوي كذي، فأوريدي اكتسبت منها. شكرا للوالدة وتحية لها من هذه القناة. يعطيك ألف عافية يمه، اشتقت لك لأنها مسافرة. فهني نقدر نقول الغرس من الآباء، الغرس الجيد. يعني احنا الحين نشوف كثير ناس يكتبون بالفايل مالهم مستشار أسري. نعم. فاحنا نبيك من خلال خبراتك تعطينا منظور ونظرتك عن المستشار الأسري. لا، المستشار كثير من الفايل مال الناس يقول لايف كوتش. مش لا يتجرأ انه يقول مستشار أسري، لأن عندنا وزارة الشؤون تمنع هذا الأمر. لو أنا ادعيت أن أنا مستشار أسري وأنا غير حاصلة على الشهادة اللي تمنحني هذا الأمر، عندنا هني في الكويت قانون نتبعه. إنما كلايف كوتشنج أو في ناس تقول مصحح حياتي. يعني شنو مصحح حياتي؟ أي شنو الصفات يعني أو اللي يعني لازم يحصل عليها الشخص عشان يصير مثلا مستشار أسري؟ لا، أو ليش مستشار أسري؟ المستشار الأسري أصلا ليش موجود في الأسرة؟ لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة أو السلوكيات أو العادات الخاطئة بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء. ليش نسوي كذي احنا كمستشار؟ عشان الأسرة هذه تطلع من دائرة توتر معينة، عدم تفاهم معين، عدم دمج أسري معين إلى حالة أسرية مناسبة لهم حسب فئتهم وعمرهم وثقافتهم. بما أن احنا بمستشار الأسرة، هل تعتقدين أن احنا واصلين مرحلة على غرار طبيب العائلة أن محتاجين أن لكل أسرة يكون لها استشاري أسرة نفسي؟ هو شوفي احنا خلينا نقول قبل الألفية وبعد الألفية. قبل 2000 سنة 2000 وبعد سنة 2000. قبل سنة 2000 كان مستشار الأسري ينحط تحت دائرة الدكتور النفسي. الشيء المخجل لما يقول أنا رايح لمستشار أسري، صحيح. معناه أن عندكم مشكلة ما نفسية، صحيح. عسى ما شر. أول سؤال ينقال، وكأن المستشار الأسري بصمة غير صحيحة أو بصمة عار مثلا، وهذا بسبب المرض النفسي، تقييمهم المرض النفسي. ما يعرفون يفرقون بين الطبيب النفسي ومع لحظة بين قوسين الطبيب النفسي مش بصمة عار. أنا تعرضت لأشياء أزمات نفسية وكنت لي أصدقاء دكاترة نفسيين لازم استشيرهم، لازم أقول لهم وين أروح، شنو أسوي، ساعدوني. وصار والدكاترة النفسيين يستعينون بأصدقائهم الدكاترة النفسيين الثانيين. هذا شيء طبيعي ومثبت في أمريكا، في أوروبا كل 6 شهور لازم دوريا قانونيا
الدكتور النفسي لازم يخضع لتقييم نفسي من دكتور أعلى منه. الدكتور النفسي لازم، جميل جدا. عشان يعرفون كم امتصاصه للحالات اللي أيوة أثرت عليه، أثرت على عقليته، أثرت على نفسيته، على استخدامه للحالات. الحالة اللي جايتني شلون راح أنفعها وشلون راح أضرها. جميل. فهمتي شلون؟ فهذا هذا مطبق من سنوات كثيرة جدا. مطبق في دولنا؟ نعم، لا في دولنا لا. إيه مطبق في أوروبا، هذا هو في دولنا للأسف لا. فهذا اللي أنا قاعدة أتكلم. إن شاء الله. إن شاء الله. الحين بعد الألفية الثانية لا صار فيه تقبل الموضوع، يعني انقلبت الحالة من موضوع إن ليه عيب تروحين لمستشار أسري، انقلب الموضوع إن لا هذا وعي ذاتي. أوكي ليش لا ما أروح لدكتور؟ ففي تقدم ممتاز جدا، ولكن إلى الآن صاير التقدم هذا تحت ستار مغطى. هي في تقدم، أنا كزوجة محتاجة مستشارة أسرية فأروح لها، ما عندي مشكلة في هذا، ولكن هم في السر إلى الآن. بس عندنا وعي كافي جدا إن حنا كأسرة لابد أن نجيب أحد ذو خبرة كافية عشان يفيدني، عشان نرسى لمرسى صحيح أنا وعيالي. جميل. عندنا الثقافة هذه. نعم. طيب بصفتك مستشارة دكتورة لطيفة، كيف تقيمين الثقافة؟ نعم. الثقافة الأسرية مواجهة للسوشيال ميديا. الثقافة الكينونة الأسرية تقدرين تقولين، مقارنة بالتضخم الخطير والتنوع في السوشيال ميديا. هو أقدر أقول إنه هو عبارة عن عراك أو عن حرب قائمة ما بين أنا كأسرة وشلون أكون درع حامي. إحنا كآباء شلون نكون درع حامي لأبنائنا عشان ما يتضررون من أي إساءات أو أي ثقافات أو أي خليط ثقافي دخيل علينا. هذه صار الموضوع شبه حرب. أرد وأقول مرة ثانية، الموضوع هذا الفيصل فيه الآباء. أنا اللي أقدر أتحكم أولا في عدد الساعات عشان أبنائي ما يكونون مدمنين. يا بنت الحلال يجوني 6 سنوات و7 سنوات مدمنين سوشيال ميديا، مدمنين يعني لو أخذ منهم الجهاز هذا أيا كان يصيحون. لا هو تعدوا مرحلة الصياح، صارت الموضوع تعصب، وصار الموضوع تشنجات، وصار يأثر على عقليتهم، صار يأثر على تحملهم للشخص المقابل لهم. هو أصلا تعود، هو داخل العالم الافتراضي، تعود إن حياته تكون داخل عالم افتراضي. الناس الموجودين اوريدي موجودين معه، هذي اللي مش حقيقيين. هو حياته وانتماءه للعالم الافتراضي. فلما يؤخذ منه هالعالم ماله ويتصدم بالواقع إن أنا مجبر جاب أمي وأخوي وأختي وأبوي أصدقائي في المدرسة إلى آخره، هني تصير الصدمة، فيصير حالة نفور، حالتين، يا إما نكران وعنف بطريقة مش طبيعية، يا إما توحد. هذا على سؤالنا الجاي، أن المرأة متهمة دائما بانشغالها بوسائل التواصل. نعم. هل هذا الاتهام يعني طبعا هي تنشغل عن أسرتها وعن أبنائها؟ نعم. اللي هم الطرف الأضعف هم نعم. الأبناء الصغار. نعم. هل هذا الاتهام تشوفينه صحيح؟ كان صحيح قبل تقدرين تقولين 3 سنوات. الحين صار فيه وعي. الحين صار فيه وعي في السوشيال ميديا بشكل عام، المدخلات بشكل عام. الحين قامت المرأة تفكر وتفرق بين هذه البلوجر أو هذه المشهورة ما عندها سالفة، هذه ما تمثلني، ليش أشوفها؟ جميل. قبل كانوا يشوفون عمياني، أي الريلز اللي يطلع لهم كله عندهم جهل في الميديا، جهل في وسائل التواصل الاجتماعي، جهل في التلقي. هذا سابقا قبل 3 سنوات. الحين لا، قام الوعي يصير تدريجيا للأعلى. يعني هذا بالإحصائيات. إحصائيات نعم، صار تدريجيا للأعلى. نعم بالضبط. فلانة تمثلني، فلانة أسرتها تشبه أسرتي فممكن أشوفها. فلانة لا تمثلني، لا عوايد، لا تقاليد، لا ديرة، لا أي شيء في شكل عام ما تمثلني. ليش أتابعها؟ ليش أضيع وقتي عليها؟ صار هذا موجود، صار هذا الفهم موجود. إذن بما أن صار هذا الفهم موجود، فالمرأة العربية خاصة ما عندها هذا الجهل. طيب دكتورة، هل أنت مع مقولة أن الفتيات هم أكثر تضررا، بناتنا مع بناتنا الصغار أنهم أكثر تضررا؟ نعم. البنات بشكل عام حنا رقيقات، حنا قوارير رقيقات جدا، بسرعة نتأثر وبسرعة نمتص الشيء ونعشق الجمال. احنا النساء الفئة، تلاقيني البنية عمرها 3 سنين واقفة قدام المراية تسوي شعرها وتحط كحل، فطرة فيها. مستحيل تلاقيه ولد كذي. الولد لا يلبس مش عارفة ايش ويلعب بوكس ويلعب سيارة.
فطرته كذي. فإحنا البنات فطرتنا رقيقة جدا، طبيعي إن إحنا نتأثر بسرعة جدا، وطبيعي نحب الجمال. فلما أشوف واحدة جميلة هذا مشكلة كبيرة، بالذات البنات المراهقات طايحين فيها يعني يا حرام. أنت معانا أنا والمعد إن إحنا نقول تقريبا ان الفتيات مش تقريبا هذا اكيد، هذا مؤكد حسب احصائيات يعني دوليه يعني وعلماء علم النفس، يعني هذا مؤكد، هذا مش تقريبا. واحده من المشهورات تعرض مثلا عطر، نعم، اي شيء، نعم. شوفي الحضور اغلبها فتيات وصغار، قليل تلاقين كبار بالعمر، قليل، كلهم صغار. تلاقين حتى شباب، يعني خلينا لانهم في مرحله التلقي، مش في مرحله النضج والتفكر. نبي نوجه رساله لهم. أيوة. ولاهاليهم. ايوه بالضبط، للام بالذات، الام والبنت. البنتج لما تكون في مرحله التلقي نقي لها نوعيه التلقي الصحيه لها، وفهميها، وعيها، واعطيها كثير من الثقه بالذات. اعطيها ثقه في نفسك، انت جميله، انت مش محتاجه تشبهين فلانه. دائما قول البنت انت افضل منها، انت افضل منها، اما في علم، اما في اخلاق، اما في مجتمع، اما في عائله، اما في شيء ما. صحيح. انت افضل منها بشيء ما. هي اصل البنات مش متوقعين ان اللي في السوشيال ميديا قاعدين يطلعون افضل ما لديهم على الاطلاق، ودارسه هالامر فتره طويله جدا عشان تطلع هالمنتج، ايا كان شكل او طبع او اسلوب او فكره. وهذه مشكله افضل ما عندها تطلع. فالبنت تاخذ شنو الفرق بينها وبين هذه المشهوره بالضبط. فطبيعه الحال شنو اللي يصير؟ كسر بالثقه بالذات. ايوه. طبيعه الحال شو اللي يصير؟ نكران للاهل. ليه؟ لان شايفه اهل السوشيال ميديا هذا طبيعي بالوضع الاجتماعي تنكر. ما انا ابي وضع افضل. صحيح. انا ابي اهل افضل. صحيح. انا ابي ابوي يعاملني بالطريقه الفلانيه. ليش اخوي ما يعاملني؟ ليش زوجي ما يعاملني؟ وهني المشكله، يعني زوجي ليش ما يعاملني؟ هذه نقدر نحط عنوانها اضرار السوشيال ميديا على الفتيات. بالضبط. مش اضرار للفتيات. انا كأم شنو الضرر اللي راح اعطيه لبنتي عشان تستخدمه؟ الام مش متوقعه كذي. الام عاطيه انترنت مفتوح، تليفون في يدها مفتوح، سوي ما تشائين، اوعك تطلعين من برا هذا البيت. انت ما تدرين اللي في الغرفه يصير مع وسائل التواصل الاجتماعي افظع من انها تطلع برا هذا البيت. افظع بكثير. انت قاعده تحطين فكر راح يدوم معاها 10 20 سنه قدام، اسلوب وعادات راح تدوم معاها الى ما شاء الله. عوايد وتقاليد برا عنها بتختلف، جلدها مختلف عن جلد بنتي، هويتها مختلفة عن هوية بنتي. إذن الأم هي اللي أذت. أيضا في المقابل يقال أن مواقع التواصل الاجتماعي أخرجت أيضا المرأة من محيطها الضيق إلى آفاق كبيرة اكتساب المعرفة. نعم. يعني لا أنا قلت لك قبل أن أنا ضد موضوع أن السوشيال ميديا ضارة إلى ما لا نهاية. السوشيال ميديا الفائدة منها والإيجابيات منها أعلى بكثير جدا وبمراحل هائلة من سلبياتها. أنا مع هذه المقولة قلبا وقالبا. والدليل أبنائنا الحين لو جبتي طفل الحين أبو 8 سنوات وجيبي طفل أبو 8 سنوات من سنة 30 وهم الاثنين في نفس المرحلة العمرية، وهذا داش المدرسة وهذا داش المدرسة، أي هو الأكتف، أي هو الذكي، أي هو اللي يتعامل، أي هو اللي عقليته تعادل زمان عقلية رجل كبير متزوج. الطفل الحالي بالضبط الطفل الحين واللي مأثر عليه شنو؟ السوشيال ميديا. شنو اللي سوى فيه نسبة الذكاء العالية هذه؟ السوشيال ميديا. شو اللي خلاه سريع جدا الذكاء ويستفيد من أشياء كثيرة جدا إذا كان لغويا بصريا ذهنيا أيا كانت سلبية أو إيجابية. أنا أتكلم عن كثرتها. السوشيال ميديا أن السوشيال ميديا مفيدة إلى ما لا نهاية، بس نوعية الاستخدام هي اللي تفرق. دكتور لطيفة، بما أنك صاحبة مركز أسري، ما هي أكثر القضايا الأسرية اللي تواجهونها وحابين نتعرف عليها ونحذر أيضا الجمهور منها؟ راح أقول لك شيء يعني راح تستغربينه كثير، بالذات بين قوسين في مجتمعنا الكويتي. لأنه هو هالموضوع هذا متعارف إن العكس، متعارف دوليا إن العكس، ان الامراه الكويتيه حيل واثقه من نفسها. هذا صحيح، واثقه من نفسها جدا. والامراه الكويتيه مميزه وين كانت، وين ما راحت في اي دوله. هذه حقيقه الحمد لله، نشكر رب العالمين عليها. ولكن متحيزين احنا جدا فالحقيقه بعد المؤلمه شوي ان صارت المقارنات. اقارن لان السوشيال ميديا صار في مقارنات كثير، صار في اشياء مغريه اكثر.
صار في أشياء أنا أناظرها فتهزني من الداخل أكثر وأكثر، صار في الأشياء اللي تخليني أنا غير واثقة في نفسي أكثر وأكثر. صحيح. وهذا أنا ما أتكلم عن البنات فقط، أنا أتكلم عن الرجال والبنات، الشباب والبنات اثنينهم. الشاب بعد عنده مغريات تودي في داهية، عنده مغريات توديه يا إما السماء يا إما القاع على قولتهم. فأكو مغريات كثيرة جدا وأكو أفكار دخيلة كثيرة جدا هي اللي تخلي الأسرة بشكل عام أيا كانت الدولة وين، تخلي الأسرة مهزوزة. فالاهتزاز الأسري هذا ما يحسس المرأة بالذات بالأمان، تحس إن أنا هذا مش مكاني، أنا هذا مش زوجي، أنا غلط في المكان هذا، أنا ما أنتمي لهذا من الخوف. هي مهزوزة داخليا. فتجيني في حالة الطلاق الزوج على أحسن ما يكون، عندها أبناء، عندها بيت، مو قاصرها أي شيء، زوجها مو مقصر. طيب ليش تبين تتطلقين؟ مش حاسة بالأمان. شنو مفهوم الأمان؟ يا بنت الحلال، طب فهميني شنو نوع الأمان اللي أنت تبينه وما لقيتيه من الزوج. أوكي. الزوج شو يدور المثالية، الزوجة الخطيرة الجمال مثل ما قاعدة أشوف، الزوجة المثالية مثل ما قاعدة أشوف، الأسرة المثالية. ما يعرف إن اللي قاعد يشوفه في الوقت الحالي مش هو الحقيقي. المعمعة هي الحقيقية، التفاصيل مالت الأسرة هي الحقيقية. يعني أثر أيضا يعني السوشيال ميديا أثر حتى على المشاكل بين الزوجين بالنسبة لكم. هي أصلا المشاكل، هي أصلا سبب المشاكل. هي يعني زادت، هي 70% المشاكل ما بين الزوج والزوجة في الوقت الحالي هي السوشيال ميديا، أو أثر السوشيال ميديا. خليني أصحح، مش السوشيال ميديا بشكل مباشر، هي أثر السوشيال ميديا هي 70% من المشاكل الزوجية. نعم ما نقدر ننكر هذا الأمر. دكتورة لطيفة، بس بشكل سريع، هل الاختيار في نجاح أو فشل أثر الاختيار حاليا في نجاح أو فشل الزواج؟ ولا أهم من الاختيار علم الاختيار. أنا راح أختار من هو وليش، وهل أنا مناسب معه. يعني أنا مثلا كشاب اخترت سين من البنات عشان تكون زوجة لي، هل سين هذه هي الصالحة لي؟ هل عقليتنا مع بعض ممتازة؟ هل اجتماعيا نناسب بعض، فكريا نناسب بعض؟ أنت مع الحوار قبل الزواج؟ مع طبعا، طبعا. وديننا قال كذي، مجتمعنا قال كذي، ومن عمر الدنيا يعني يحفز على. ليش نجي الحين ونقول غلط؟ ليش؟ أصلا في السوشيال ميديا صاير أكثر من الحوارات. صحيح. بالعكس أنا معه جدا، ومش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، إلين ما يصير على الأقل ألفة. وهذا ديننا حث على هذا الأمر، ما في مانع في هذا الموضوع. العوايد والتقاليد السلبية هي اللي منعت هذا الأمر. نعم. الحوار جميل معك دكتورة لطيفة، والوقت قاعد يداهمنا. أبي منك كلمة شكر تهدينها عبر برنامجنا، لمن تهدينها؟ كلمة شكر يمكن أقدر أهديها بعد دولتي، أقدر أهديها لأهلي. لأن أهلي وين ما كان اختياري للنوع الدراسة اللي أبي أدرسها، ممكن في البداية أيام الثانوي كنت ألاقي اعتراض. مجرد ما وصلت مرحلة الجامعة خلاص وثقوا في لطيفة، وثقوا في عقليتها أو في تصرفها أيا كانت في الدولة هذه أو في الدولة اللي تدرس فيها، وثقوا فيها بشكل عام، فأعطوني العنان. فأشكرهم على هذا الأمر، إنه أعطوني حرية الاختيار في إني أتعلم وآخذ أكثر من شهادة وآخذ أكثر من تخصص، إلين ما وصلت للي أنا أبيه أو الفكر اللي ألاقي نفسي فيه. جميل. نعم. كلمة أخيرة توجينها عبر قناة المنبر لمتابعينا الكرام. الوعي الأسري مهم جدا، وعي الذات، إن أنا من هو في هذا الكوكب، أنا من هو في هذه الكرة الأرضية المجرة هذه، أنا من هو. طيب بعد 20 سنة أنا راح أكون من هو؟ راح أكون لو أنا الحين مثلا nothing، لا شيء، أنا لا شيء الحين، هل أنا أكون حابة بعد 20 سنة أكون لا شيء؟ طيب أحب أكون شيء وين؟ شيء في أسرتي ولا في ديني ولا في مجتمعي ولا في وطني ولا في العلم، وأنهي نوع تخصص من العلم وأبتدي من اليوم. شيء آخر للآباء، احترموا حيل هوايات أبنائكم، لأن الهوايات هذه لو كانت حرفية، ذهنية، حركية، أيا كانت، راح تعزز من مستوى الوعي عند الابن، وراح تعزز من مستوى الانتماء للأسرة. فأنتم كأباء اهتموا حيل بهوايات أبنائكم. كلمات الشكر لا تسعني صراحة دكتورة لطيفة البزال. أنا سعدت فيك جدا جدا في استضافتنا اليوم. أيضا أوجه كلمتي لمشاهدينا الكرام متابعينا، كل الشكر لكم لمتابعتكم قناتنا قناة المنبر. حياكم الله.